ولا انت رايح فين؟ الحلوة. رايح الحضانة. شاطر شاطر يا دودو، شاطر عسل. يعني انت رايح الحضانة وهتسكت وتسمع الكلام؟ برافو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. فيديو جديد وفيديو تشجيعي، وانا بصراحة متشجعة ومتحمسة جدا. بصوا بقى، انا اول مرة في حياتي اعمل لانش بوكس. تصدقوا حسيت بقى كده ان كده خلاص، ان انا بقيت يعني عندي ابن بقى وبيروح الحضانة، وان انا اعمله لانش بوكس واصحى بدري والبسه ومش عارفة ايه. بصراحة كانت حاجة يعني أول مرة في حياتي أعملها، فهي كانت حاجة صراحة كانت فرحاني قوي. تمام، طبعا ربنا يخليهولي ويخليلكم طبعا أولادكم وتفرحوا بيهم. هنا بقى كده أنا كنت بعمل له لانش بوكس. طبعا الحاجة اللي هو كان طالبها، هو كان طالب لانشون وحلاوة طحينية. أنا عندي عدي مبياكلش أنواع الجبن خالص. تمام، طبعا هو اللانش بوكس بتاعه عادي خالص، مش اللي هو بقى فيه كذا حاجة، لا هو بس سندوتشات، وحطيت له كده صباع موز يا ريت اصلا ياكلهم. تمام، وكمان حطيت له الازاز تحته، وحط له بقى الحاجه كده في قلب الشنطه. تمام، وبصراحه انا حبيت ان انا اشجعكم كده معايا، بما ان دي حاجه جديده عليا، فحبيت ان انا اشاركها معاكم، تشاركوني يعني فرحتي وكده. تمام، هنا كده خلاص حضرت له الشنطه بتاعته، وكان خلاص كان لبس ونزلته ووديته. تمام، وهنا بقى كده كانت الشقه عباره عن يعني مقلب بصراحه. الدنيا كانت متكركبة خالص، والبوتاجاز والمطبخ والمواعين. طبعا انا المطبخ انا عملته مع نفسي انا، بس حبيت ان انا اوريكم حاجات عشان خاطر ايه ما تزهقش من الفيديوهات. يعني ايه، حاسه عايزه انوع في الفيديوهات، مش عايزه ايه ابقى معلقه على حاجه واحده. تمام، فبما ان المطبخ عملناه كذا مره مع بعض، فانا رحت جايه عامله مع نفسي، فصلت الكاميرا. عفوا، طبعا عملته طبعا مع نفسي بعد ما فصلت الكاميرا ورحت عاملاه. غسلت المواعين وغسلت البوتاجاز والرخامة وكل حاجة، وسبت بس الأرضية عملتها مع الريسبشن. هنا بقى طلعت عملت ايه، الركنة بتاعتي الكسوة. تمام، عايزة اشيلها. طب ليه عايزة اشيلها؟ عشان خاطر عايزة احس بفرق، عايزة اعمل تغيير. تمام، يعني مثلا لما افرشها شوية واشيلها شوية، لما اجي افرشها تاني احس بقى في تغيير وكده. تمام، عشان خاطر كمان مملش، وكمان هي عايزة تتغسل، فانا حبيت بقى ان انا اشيلها عشان خاطر ان انا اغسلها واخليها كده يومين. تمام، اخليها يومين وبعد كده ابقى افرشها تاني. تمام، هنا بقى كده كنت ببدأ ان انا اشيلها معاكم. زي ما انتوا شايفين كده، ببدأ بقى ان انا اشيلها. هي قطعة واحدة، مش قطعتين او ثلاثة، هي قطعة واحدة على قد الركنة كلها. تمام، هبدأ بقى كده ان انا وانا اشيلها انفضها، عشان خاطر الزوايا دي بتلم بقى مش قادرة اقول لكم، بتحوش بقى في قلبها حاجات قد كده. انا هنا كنت بشيل الكنبة التانية. تمام، وهمسكها كده وانفضها تنفيضة حلوة، واروح مدخلها على الغسالة. اخر اليوم كده اخرجها من الغسالة بقى تتهوى في الشمس وكده، وبعد كده بقى اشيلها يومين ثلاثة لحد ما اظبط كده الدنيا وارجع ان انا افرشها تاني، واعمل برضو معاكم فيديو تغيير كده ونفرشها مع بعض. هنا بقى كده مسكت الركنة بتاعتي، بدأت ان انا انفضها. طبعا الركنة هي نظيفة، انا كنت غاسلاها معاكم اخر مرة في تنظيفات الشتاء. كنت غاسلة الكسوة دي كلها كده، لما الكسوة دي كلها طبعا عفوا الكاميرا هنا كانت وقعت وكده. كنت غاسلة معاكم الكسوة كلها، وكنت غاسلة الركنة نفسها. جيت تاني يوم على طول بعد ما الركنة ما نشفت، رحت ملبسها الكسوة بتاعة الركنة، فهي اصلا نظيفة ولسه بلمعتها كده وسهوتها. هنا كده بقى كنت برص كده المخدات زي ما انتم شايفين. وما تنسوش يا بنات طول ما انتوا شغالين كده الاستغفار والصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تمام، عشان تديكم طاقة، وفي نفس الوقت تفتح لكم ابواب الرزق وتحوش عنكم الشيطان، وربنا يحفظكم من كل شيء.
اللهم امين. وطبعا تشغلوا على طول سورة البقرة وانتوا شغالين كده، يا اما تسمعوها يا اما مثلا انتوا اعملوا ورد كده يوميا تقعدوا تقرأوا فيه سورة البقرة، حتى لو مثلا لو صفحتين 3 على قد ما انتوا ما تقدروا، على قد اليوم بتاعكم. هنا كده مسكت الترابيزة بتاعتي لمحتها ورفعتها على الركنة وبدأت ان انا اكنس السجادة من اي حاجة بقى فيها. تمام، انتوا زي ما انتوا شايفين هي السجادة هنا نظيفة، بس بقى فيها ايه، فيها فتل، فيها مثلا بواقي بسكوت وقع من عدي. الحاجات دي هبدأ بقى ان انا كده اكنسها كنسة حلوة. السجادة يا جماعة انا والله انا مش بكنس بسرعة، انتوا بتهيألكم ان انا بكنس بالمقشة بسرعة، بس هي السجادة لو ما كنتش ان انا ازيح كده جامد بالمقشة اللي فيها ما بيطلعش، بيفضل لازق في السجادة، الفتل والحاجات اللي هي فيها بتمسك في السجادة ومش بتبقى عايز تخرج، فلازم ان انا اعمل ايه جامد كده. تمام. طبعا انا نسيت خالص ان انا اقول لكم، لو انتوا لسه اول مره تشوفوا القناه بتاعتي طبعا يسعدني اشتراككم في القناه، ولو انت طبعا مشتركه ما تنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت، الكومنتات بتشجعني جدا، واكتبوا لي بقى ايه اكتر فيديوهات عايزين يعني احنا نعملها مع بعض. طبعا الكومنتات بتاعكم زي العسل وزي السكر وبتفرحني جدا وبتشجعني وتديني كده طاقه ان انا اقوم وان انا اصور، بما ان انا تعبانه وفي ايام الحمد لله رب على كل شيء. طبعا انا في حمل وكده فهو اللي مخليني ان انا متدمره خالص. تمام. الحمد لله، يا رب ما يبقى في حد الحمل بتاعه زي الحمل بتاعنا كده. تمام، ربنا يديكم الصحة ويقويكم ويكونوا في أحسن حاجة دايما. زي ما انتم شايفين كده هنا معايا، زي اللي هو ده اللي خارج من السجادة، هي الحاجات اللي انتم شايفينها كده بقى، اسكات فتل، اسكات مثلا بواقي بسكوت كده. تمام. وكمان انا حبيت ان انا اعملها بالمقشة ليه، عشان خاطر اطلع فيها اي حاجة زيادة، يعني ايه مثلا لو في الحروف تحت الركنة لو مش عارفة ايه اخرج كله، عشان خاطر انا هغسل السجادة على الناشف، وهوريكم ازاي ان انا بغسل السجادة على الناشف والطريقة بتاعتي ناجحة جدا، ولا السجادة مثلا فيها حاجة بتعلم، ولا السجادة مثلا لونها بيغير، ولا اي حاجة خالص، بترجع نظيفة اكنك انت لسه غسلاها ولسه جايباها من عند المغسلة دلوقتي حالا. وهتشوفوها معايا دلوقتي، وهوريكم كمان ايه الحاجات اللي في السجادة. هنا كده انا رفعت السجادة زي ما انتم متعودين معايا، ومسكت الارض كنستها والمطبخ، ورحت ماسكة بقى كبة مية على الارض فيها حبة كلور وحبة معطر ارضيات، ورحت ماسكاها غسلاها غسلة محترمة، رحت زايحة المية ومنشفة. وهنا كده كانت خلاص، كانت الارض نشفت، وبدأت ان انا ايه المية اللي معايا دي معايا فيها ايه، معايا فيها حبة اوكسي وحبة كلور الوان وحبة ايه تاني وحبة شامبو سكين. تمام. ومعايا كده فرشة ومعايا سبونشة الاتنين. الفرشة بصراحة ما اسعفتنيش، عشان خاطر الفرشة ايديا طبعا فيها اوكسي وفيها صابون فبتزحلق، فمش عارفة امسك الفرشة خالص وبتوجع ايديا، فعملت شوية بالفرشة وعملت شوية بالسبونشة زي ما انتم شايفين كده. هنا كانت تقريبا كانت شوكولاتة، كانت معلمة في السجادة وكانت لازقة جدا، تقريبا كانت بقالها فترة وانا مكنتش واخدة بالي منها. شايفين بقى الوردة دي عاملة ازاي لونها؟ انتوا كمان هنا الكاميرا جايباها لكم فاتحة، الكاميرا جايباها ان هي نظيفة، لا والله هي مش نظيفة خالص، انتوا هتشوفوا الفرق دلوقتي. على الاقل خالص ممكن تعملوا الموضوع ده حتى لو مرة اسبوعيا. تمام. طبعا اول مرة يعني ايه اول باول على طول، مثلا لو شيء اي حاجة اتدلقت على السجادة على طول بجيب نفس الخلطة دي كده واروح عاملاها، بترجع معايا السجادة تمام. طبعا انا معايا طفل بيكب اي حاجة، اي حاجة عصير بيبس مش عارفة شاي اي حاجة، المهم ان هو يكب حاجة على السجادة. تمام. طبعا اكيد انتوا معاكم اولاد والحاجات دي طبعا واردة وكده. وهنا كمان كان في مصاصة كانت لازقة برضه في السجادة وكده، فانا خرجتها معاكم. النهاردة كده عادية في الحضانة. تمام. انا قاعدة حاسة ان انا تايهة خالص من غيره، حاسة ان انا اليوم بتاعي فاضي ويوم هادي، وانا مش واخدة على الهدوء ده، لا انا واخدة على ان في صداع، في هري جنبي، في حركة. ربنا ما يحرمني منه خالص، ولا يحرمكم طبعا من اولادكم، اللهم امين يا رب العالمين.
اكتبوا لي بقى في الكومنتات لو انت عندكم اطفال، آه، اول طفل برضو هو كده ولا هي الاطفال كلها كده؟ يعني الطفل الاول زي التاني بتحس بالفراق بتاعه لما توديه حضانة وكده، ولا هو اول طفل بس عشان خاطر انت متعودة ان هو معاكي على طول، ولا عشان ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات. تمام، هنا بقى كده زي ما انتم ما شايفين الورد، طبعا انتوا اكيد حاسين بالفرق. تمام، وكمان انا نزلت بقى فيها ضحك بقى بالسبونشة، مسكتها بقى زي ما انتم ما شايفين كده. كمان انا الكاميرا ما كانش مساعداني عشان خاطر عدي كان قاعد قدامي وانا كنت قاعده، فما كنتش عايزه ان انا اظهر وكده فايه. وكمان انا الكم كان طويل، فكنت كل شويه اشمر الكم بتاع العبايه، ايدي تبان في الكاميرا ارجع انزل الكم تاني، فما كنتش برضو واخده راحتي فايه. فانتوا مش يعني الموضوع مش ظاهر قدامكم زي ما كان قدامي انا. زي ما انتم ما شايفين انا بصراحه انا ما عملتش مسكت السجاده كلها من اولها لاخرها، هي السجادة نظيفة مفيهاش حاجة، انا مسكت بس الورد اللي انتوا شايفين اللي هو فيه ايه، او الاماكن اللي هي فيها اتساخات. تمام، الاماكن اللي انا حاسة ان هي متسخة جامد او فيها عذاب من الله طبعا بقها جامد، فراح بقى ماسكاها هرشاها بقى بعيد عنكم. عارفة انت لما يكون انت متضايقة من حاجة وتطلعي يعني ايه، تطلعي طاقتك كلها في قلب السجادة او في قلب اي حاجة، اهو انا عملت كده. مع ان انا ما كانش في حاجة مضايقاني خالص او اي حاجة. عدي كان هنا كان موجود معايا. تمام، كان خلاص كان وقت الحضانة يعني جه وانا كنت جبته، كان موجود بقى معايا هنا وكان غير هدومه وكان عايز بقى يعمل معايا، ماسك الاسبونسة وعايز يعمل. يا عادية هتعمل ايه يا عادية؟ عايز اعمل معاكي يا ماما، اساعدك اعمل معاكي حاجة، ويقعد يكلمني كده اعمل معاكي حاجة يا ماما، وانا اقول له لا يا عادية شكرا مش عايزك تعمل معايا حاجة. هو فرحان بالمية، فرحان بلعب المية والفرشة، بيحب حاجة اليوم اللي هنغسل فيه سجاد او اليوم اللي هغسل فيه الركنة، اي حاجة فيها مية عادية ابني جاي فيها. زي ما انتم شايفين كده، عايزاكم بقى تشجعوا وتقوموا بقى كده تشوفوا ايه اللي عندكم عايزين يتعمل. اذا كانت مثلا سجادة فيها حاجة ومثلا ركنة او اي حاجة بقى عندكم عايزة تعمل، قوموا كده تشجعوا واعملوا الحاجة دي، قولي لا انا هعمل احسن منك، انا هخلي شقتي انضف من الشقة اللي انت عملتيها، وتشجعي بقى كده. تمام، بحاول ان انا اشجعكم بس عشان تطلعوا باي افادة من الفيديو. تمام، طبعا انا بتمنى ان يكون الفيديو فيه اي افاده ليك عشان خاطر ما احسش ان انا ضيعت وقت حد على الفاضي، او ما احسش مثلا ان انا خدت من وقت حد مثلا ربع ساعه او تلت ساعه على الفاضي وما استفدتش حاجه. لا والله بحاول ان انا اوصل المعلومه، وبحاول ان انا مثلا اشجعك باي حاجه. انا ممكن كل يوم ان انا اقوم اصور فيديو وانزله لكم، اخلصه وانزله لكم، وكده كده حاجات انا بعملها برغم ان انا تعبانه. يعني مثلا مش هجيب حاجه هخترع حاجه انا مش عايز تتعمل واقوم اعملها معاكم وهقول لا وهنزل فيديو كل يوم. على الاقل خالص القناه هتكبر وهتترفع وهتتشاف بسرعه. بس انا مش عايزه كده، انا عايزه ان انا اوصل لكم المعلومه، عايزه ان انا اوصل لكم افاده. تمام، مش عايزاكم ان انتوا تزهقوا من القناه، عايزه مثلا ان القناه يكون فيها تنوعات، حاجات تغييريه. زي ما انتوا شايفين الفرق بين دي وبين دي، الخط ده والخط ده، طبعا الفرق واضح قدامكم زي ما انتم شايفين. بس فهو ده اللي انا عايزه اعمله، فعشان كده هو ده اللي بيخليني ان انا اتاخر على الفيديوهات، بقعد وقت عقبال ما بنزل لكم فيديوهات وكده، عشان خاطر انا مش عايزه الفيديوهات تبقى شبه بعضيها. تمام، بتمنى يكون المعلومه وصلت لكم، وبتمنى طبعا ان انتوا تشجعوني في الكومنتات، وبتمنى ان انتي لو انتي لسه اول مره تشوفوا القناه بتاعتي يساعدني طبعا اشتراكك، ولو انتي مشتركه متنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتك في الفيديو. ولو انتي بتعملي السجاد بتاعك بالطريقه دي اكتبي لي برضو في الكومنتات. وانا كده كان خلاص كان الفيديو بتاعي كان خلص، وسبت السجاد بقى هنا لما تنشف خالص. زي ما انتم شايفين طبعا المطبخ وريتهولكم الحوض مية مية والباسكت كمان كنت مخرجة الزبالة، والأرض كانت نشفت والرخامة كانت متلمعة ومتظبطة وكله تمام. هنزل بقى الترابيزة من على الركنة على الأرض وهفرش عليها المفرش، وكده هنا الدنيا تمام تمام تمام. هرش بقى كده معطر وفرش كمان المشاية اللي هي بتاع المطبخ، وكده خلاص هنا الفيديو بتاعي كان خلص لحد كده. تمام، بتمنى طبعا انتوا تشجعوا مني بأي معلومة أو تعملوا أي إفادة.
تمام، واحب اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله.